اللي قدامك دول زوج وزوجته، قضيتهم من أغرب القضايا اللي حصلت في تاريخ أمريكا بسبب النهاية اللي هتعرفها في القصة دي واللي مستحيل فعلا كان حد يتوقعها. في واحد من أقسام الشرطة في ولاية تكساس وتقريبا قرب الفجر بيجي اتصال تليفوني من شخص بيعرف نفسه إنه سائق. الشخص ده كان بيتكلم وهو في حالة ذعر وبيقدم بلاغ إن في سيارة بتتحرق في منحدر الطريق وفي شخص جوه السيارة دي. بسرعة بتتحرك الشرطة لمكان الحادث ومعاهم المطافي، وبالفعل يلاقوا عربية بتتحرق لدرجة إن واحد من المحققين قال إنه عمره ما شاف عربية بتتحرق بالطريقة دي. بعد ما نجحوا إن هم يطفوا الحريق بيلاقوا جوه العربية جثة متفحمة تماما لدرجة إن ما بقاش ليها أي ملامح، ومن اللحظة دي تتفتح واحدة من أغرب القضايا. حكايتنا بتبدأ سنة 2004 في أمريكا تحديدا ولاية تكساس، مع أسرة بسيطة مكونة من أب اسمه كلاي عنده 23 سنة والأم مولي 22 سنة وطفلين. كلاي كان عاطل عن العمل وشغلته إنه يقعد في البيت ويرعى الأطفال، أما مولي فهي اللي كانت بتشتغل وبتصرف على البيت. في يوم بعد ما خلصت شغلها ووصلت بيتها قعدت مع زوجها وولادها بعد العشاء وفضلوا يتناقشوا في الديون اللي عليهم والمصاريف اللي بقت كتير. في نهاية اليوم قبل ما يدخلوا يناموا قال لها كلاي إنه ممكن ياخد العربية وينزل يزور والدته، فردت عليه مولي وقالت له إن الوقت متأخر، إيه هينزلك دلوقتي، خصوصا إن بيت والدته بعيد عنهم بمسافة كبيرة. فرد عليها وقال لها إنه لسه بيفكر ما أخدش قرار. سابته مولي وقامت علشان تنام لأنها كانت مرهقة بسبب يومها في الشغل، وبعد دقايق تسمع صوت العربية بتدور. عرفت إن جوزها عمل اللي في دماغه وهيروح برضه يزور والدته، فكبرت دماغها وكملت نوم عشان هتصحى بدري لشغلها. بتصحى الصبح لكنها تتفاجئ إن جوزها كلاي مش موجود جنبها. قامت بصت من الشباك وتتفاجئ إن العربية مش موجودة، معني كده إن كلاي مرجعش من وقت ما خرج. بسرعة بتتصل بوالدة كلاي وبتقول لها إن كلاي من ساعة ما جالك امبارح مرجعش، هو بايت عندك؟ لكنها تتفاجئ من رد والدة كلاي لما قالت لها إنه ما جاش من الأساس. في اللحظة دي الاتنين حصل لهم حالة صدمة وشكوا إن ممكن كلاي حصل له حاجة من الاتنين، إما العربية عطلت منه على الطريق أو عمل حادثة. وفي اللحظة دي تطلب والدة كلاي من مولي إن هي تقعد في البيت تخلي بالها من الأولاد، وهي هتنزل تمشي في نفس خط سيره اللي بيمشي عليه لعلها تلاقيه. بالفعل تنزل الأم بسرعة وتمشي على الطريق، وفي نصه تقريبا تتصدم من المنظر اللي شافته. عدد كبير من عربيات الشرطة والمطافي والإسعاف واقفة، مما يدل إن في حادثة كبيرة. بسرعة الأم تدخل وسط الزحمة وتتفاجئ بمنظر مرعب، عربية متفحمة مش باين منها أي ملامح، وحالة من الذعر في المكان. وكانت حاسة إن دي عربية ابنها كلاي، وبسرعة تتصل على مولي وتبلغها باللي حصل علشان تجيلها موقع الحادث. وصلت مولي المكان، وأول ما تشوف العربية تتعرف عليها وتتأكد إن دي عربية جوزها كلاي، وتتفاجئ إن العربية اتفحمت بيه لدرجة إن ما بقاش ليه أي ملامح واضحة. بعد البحث في العربية لقوا فيها فعلا مقتنيات كلاي الشخصية زي الجزمة بتاعته وكمان قلادة فضة كان بيلبسها في رقبته، علشان يتأكدوا إن فعلا اللي اتفحم ده هو كلاي. الأم ومولي كانوا في حالة صدمة وانهيار من الموقف، في نفس الوقت اللي كان فيه بعض المحققين بيفحصوا موقع الحادث ويلاحظوا حاجة غريبة. أولاً المفروض إن سبب الحريق يكون انفجار في تانك البنزين نتيجة اصطدام بسبب سرعة زيادة، لكن الغريب إن هم ما لقوش على الأرض آثار فرامل ولا حتى الصخور اللي في المنطقة حوالين العربية مكسورة. ده حتى تانك البنزين سليم هو وأي حاجة ممكن تكون سببت حريق في العربية. علشان تتجه الشكوك إن اللي حصل لكلاي هو جريمة قتل، شخص قتله وتخلص من الجثة عن طريق حرق العربية علشان محدش يكتشف أمره وتبان إنها حادثة طريق. في نفس الوقت بيتدخل الطب الشرعي وياخد عينة من الحمض النووي بتاع الأم DNA، ويحاولوا ياخدوا عينة من الحمض النووي من الجثة اللي اتفحمت علشان يتأكدوا إن فعلا اللي اتحرق هو كلاي، لكن نتيجة التحليل كانت هتاخد من 5 ل6 شهور علشان تظهر.
بعد ما عملوا العزا والأخبار انتشرت، زمايل مولي في الشغل بدأوا يجمعوا لها تبرعات، وكمان الجيران وناس غريبة ما تعرفهاش، لمجرد إنها سمعت تفاصيل الحادثة المرعبة وإن مولي أصبحت أرملة عندها طفلين. كمان كان في ناس بتبعت لها أكل وشرب، لدرجة إن شخص بعت لها مربية تساعدها في شغل البيت، وكان هو متكفل بجزء من راتبها تعاطفا مع حالتها. على الجانب الآخر بدأت الشرطة تحرياتها، لأن زي ما قلنا الشكوك كلها كانت متوجهة ناحية جريمة قتل. الغريب إنهم لقوا إن كلاي شخص سمعته سيئة ومكروه من معظم الناس. علشان تكتشف الشرطة إن كلاي متهم بالتحرش بطفل من عيلته، واعترف فعلا باللي عمله. بس الأغرب هو الحكم اللي اتحكم عليه، واللي كان شهر سجن كان المفروض هيتنفذ قبل يومين بس من الحادث. وده اللي أثار حالة غضب عند والد الطفل، وكان معترض على الحكم. لما الشرطة اكتشفت المعلومات دي، بتتجه الشكوك كلها ناحية والد الطفل المعتدي عليه، وإنه احتمال كبير يكون هو اللي قتل كلاي انتقاما منه بسبب اللي عمله. بس بعد التحقيق والتحريات مع الشخص المشكوك فيه، تتأكد الشرطة إن مفيش دليل واحد ممكن يدينه، وإنه مستحيل يكون هو اللي عمل كده. رجعت الشرطة تاني في التحقيقات مع الزوجة اللي هي مولي، لكن الغريب هي حالة اللامبالاة اللي كانت فيها، لدرجة إنها كانت بتطلب منهم يقفلوا القضية ويبطلوا يستجوبوها، وكانت بتقول لهم إن كلاي هو اللي عمل كده في نفسه، لأنه كان مكتئب بسبب الحكم اللي اتحكم عليه، وإنه هيصبح مسجون في قضية اعتداء جنسي. هنا أصبح في جزء من الشكوك ناحية مولي، لكن في نفس الوقت مفيش أي دليل عليها، خصوصا إن الشهود والجيران أكدوا إنها كانت في بيتها وقت الحادث. وبدأت الشرطة في التحريات عنها وتكتشف معلومة، وهي إن كلاي كان عنده بوليس التأمين بمبلغ $100,000، والوريثة للبوليسة دي هي زوجته مولي. ومن وقت الحادث ومولي كانت كل يوم تتصل بشركة التأمين علشان تتحصل على البوليصة، لحد ما الشركة دفعتها فعلا. وهنا الشكوك بدأت تزيد ناحيتها أكتر، ويستمر البحث والتحريات 5 شهور كاملين لحد ما تظهر نتيجة تحليل الحمض النووي، واللي كان صدمة للشرطة. الحمض النووي غير مطابق للحمض النووي بتاع الأم، يعني معني كده إن الجثة اللي اتحرقت مش جثة كلاي أصلاً. بتبدأ الشرطة إنها تحط مراقبة 24 ساعة على مولي، اللي كانت حياتها روتينية جدا، تروح الشغل وترجع على البيت، لحد ما لقوها غيرت الروتين. بعد ما خلصت شغلها ما روحتش البيت، دي توجهت لواحد من المولات، وتحديدا في مطعم جوه المول. دخلت قعدت مع شخص كان في انتظارها. في الوقت ده كان بيراقبها 3 محققين. واحد منهم قرر إنه يدخل المطعم علشان يعرف هوية الشخص اللي هي قاعدة معاه، لكنه يتصدم من المنظر. اللي قاعد معاها هو كلاي جوزها، بس شعره لونه مختلف. علشان يتأكد المحقق إن ده كلاي، توجه ناحيتهم وطلب منه بطاقة الهوية. لكن الغريب إنه طلع بطاقة هوية باسم شخص اسمه جاك، وأنكر إنه مش كلاي ولا يعرف حد بالاسم ده. لكن صمم المحقق على اعتقاله علشان يتأكد في قسم الشرطة إنه فعلا مش كلاي. وهناك انهار كلاي واعترف بكل حاجة. قال إنه كان عليه ديون كتير، وكمان متهم في قضية اعتداء جنسي، وكان على وشك الحبس. وقتها فكر هو وزوجته في كل الخطة اللي حصلت وحكينا تفاصيلها. وهنا الشرطة سألت كلاي عن مين صاحب الجثة اللي اتفحمت في العربية. رد عليهم وقال لهم إنه نبش قبر وسرق منه جثة وحطها في العربية، وزود المواد المستخدمة في الحريق علشان تتفحم تماما وما يبانش إن ليها أي أثر. بتبدأ الشرطة في البحث، وبالفعل تلاقي إن في واحد من القبور القريبة من مكان الحادث كان منبوش ومسروق منه جثة سيدة اسمها تشارلوت، توفت وهي عندها 81 سنة قبل 6 شهور من الوقعة. على الجانب الآخر مولي كانت بتدعي إنها مش متورطة في أي حاجة تماما، وإنها ما كانتش تعرف أي حاجة عن اللي حصل، وإنها انخدعت زيها زي الشرطة. لكن محدش كان مصدقها من المحققين، وتطلع مذكرة لتفتيش بيتها. هناك بيلاقوا أدوات مستخدمة لإشعال النار زي الفحم النشط، وحاجات كتير أثبت الطب الشرعي إن تم استخدامها في إشعال النار في العربية. لكن الأهم من كل ده اللي لقوه على الكمبيوتر بتاعها، واللي بسببه القضية اتشهرت بأغبى قضية انتحال. بعد فحص الكمبيوتر يلاقوا سجل البحث على الإنترنت على كمبيوتر مولي، طريقة سرقة جثة، طريقة حرق جثة، طريقة التحايل على الشرطة، طريقة عمل هوية مزورة.
سجل البحث كله كان شبه تفاصيل الحادثة بالظبط، علشان لما يواجهوها بكل الأدلة دي تعترف بكل حاجة، وإنها كانت بتخطط من شهور هي وجوزها للي حصل. المحققين وصفوهم بأغبى المحتالين، لأن يوم ما كلاي فكر يتنكر راح صبغ شعره، ويوم ما فكروا ينفذوا الجريمة كانوا بيبحثوا عن الخطوات على الإنترنت، وكمان اتقابلوا في مكان عام. بعد الاعترافات دي بيتحكم على كلاي ب30 سنة سجن، وهو لسه في السجن لحد دلوقتي. أما مولي اتحكم عليها ب20 سنة، قضت منهم 12 وخرجت.